صباح الخير، صباح النور، أرواح وأنا وياكم نحضروا نوع من أنواع الفطور الجزائري يعني. هو يختلف من مكان لآخر. لهنا مع الصباح هذا سبحان الله، مع الصباح تشم ريحة واحد، الريحة في الجو سبحان الله ما شاء الله. هذيك الريحة تنوض تاخد واحد الطاقة إيجابية من الريحة هذيك، والنسمة تاع الصباح هذيك سبحان الله، النسمة منعشة. فلذلك ننصحكم دائما تنوضوا الصباح، يعني نوضي يصلي الفجر وتمتعي لي بهذيك النسمة، والله العظيم حتى الأفكار تتجدد. لهنا طيبت، طلعت القهوة ونحط معها كرواسون، ونحط قاطو اللي جاني من عند نساب خويا، يعني بعثولنا حقنا سبحان الله. لهنا احنا عندنا هذه العادة تاع تبادلوا القاطو، يديو ويبدو الناس. عني سنة ما خدمتش القاطو، بصح جانا القاطو. شوفوا يعني لهنا مكلاو تقريبا نصه. هذا مقروط تاعهم مقلي، هذا تاع السيجار، هذا تاع القطايف بزاف بنين. وكل واحد وكيفاش فطوره في الجزائر، مش يعني مش متشابه. كاين اللي يفطر كما هكذا حلوى مع قهوة حليب، كاين حنا في دارنا بعد كل واحد وكيفاش يفطر. كاين اللي يفطر بيض وخبز، كاين اللي يفطر فول، يعني كل واحد وكيفاش في الجزائر سبحان الله. بصح الأغلبية قهوة حليب كيما كاين تاي مع هكذا مثلا وش اسمها المسمن. كل واحد يحسب كيفاش يفطر. لهنا وجدت السنيوة، يعني كل كاس زي بصح هذه هي السنيوة نتاعنا. حبيت نحط لكم كيما راهي، يعني كيما كالعادة يعني هكا. هذا الكاس محبش يفرط، نحط دايما هكذا هكذا نفطرو حنا. لهنا نحط الحليب بعد ما فاض، هذا حليب تاع لحظة. ولهنا دايما نحط هذه القهوة تحت الماء، يعني خاف لا يبس عليها الحليب. لهنا شوفوا سبحان الله، طلع النهار، أصبحنا وأصبح الملك لله. دائما ما تنسوش أذكار الصباح. ولهنا وجدت الفطور خلاص. ما تنسوش تدعموني، والسلام عليكم ورحمة الله.